لما تسمع ان اسعار الوقود زادت، اول حاجة بتخطر في بالك ان كل حاجة هتغلى فورا. بس اللي حصل في سوق مواد البناء المرة دي كان مختلف تماما. المهندس احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء اكد ان الزيادات الاخيرة في اسعار الوقود لحد دلوقتي ما عملتش تأثير مباشر يذكر على الاسعار في السوق. وده لان تسعير مواد البناء مش بيعتمد على الوقود بس، لكنه منظومة كاملة فيها خامات وطلب وعرض وسياسات سوق. في الحديد مثلا، المفاجأة إن الغاز الطبيعي للمصانع لسه مستقر، وده خفف أي ضغط على تكلفة الإنتاج. يعني مفيش مبرر قوي لرفع الأسعار من ناحية الطاقة. أما الأسمنت فالمعادلة مختلفة شوية. المصانع معتمدة بشكل كبير على الفحم، واللي سعره في الفترة الأخيرة نزل مقارنة بالسنة اللي فاتت، وده ساعد على انه يوازن اي زيادات تانية. والنقطة الاهم اللي ممكن ما تاخدش بالك منها ان النقل نفسه ما زادش بشكل مؤثر بسبب وفرة العربيات وتراجع الطلب، فحتى تكلفة التوصيل ما لعبتش دور كبير في رفع الأسعار. لكن السبب الحقيقي لارتفاع الحديد الفترة الأخيرة مش الوقود نهائيا، ده كان بسبب رسوم إغراق على خام البليت وصلت ل 13%، وده اللي حرك الأسعار مش الطاقة. وفي النهاية السوق كله حاليا ماشي تحت ضغط مختلف: ركود في الطلب، وفرة في المعروض، وتباطؤ في البنى. وده كله مخلي أي زيادة في التكاليف مش بتترجم بسرعة لارتفاع في الأسعار. السؤال بقى، هل ده هيفضل كده ولا الأسعار ممكن تفاجئنا في أي لحظة؟